من بره، والدنيا بجد حر قوي النهارده، والواحد بياخد شاور كانه ما عملش اي حاجه بجد من الحر. عاملين جبت ازازه خل عافيه. عافيه ده حلو قوي الصراحه، ده عامل تقريبا 7 جنيه او 8 جنيه. هوريكم. ده هارفست ده انا كنت بستخدمه، هارفست حلو قوي وتبعنا كمان مش مقاطعه. فانا بجيب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. بصوا احنا بنعمل النهارده زي ما انتوا سامعين حطيتها الحسن. ادينا معلقه صينيه النجريسكو معانا، وزعلانه قوي على كنت هموت من الجوع ما كنتش كلت بجد كان جعان قوي. حته طبعا يا حبيبي ادينا حته بصوا عشان انا بس مش عارفه احط كوبايه من اللبن، كوبايه من السكر، نص كوبايه كده او 3/4 كوبايه سمنه على زيت، ونص كوبايه من الكاكاو. بورديكاي اخرك هدفك الجوال. بورديكاي خلي هدفك الجوال يغرق انه يغرق من وشنا الكروكات. زي ما انتم شايفين هي دي، بس انا المفروض ما كنتش قطعتها وهي سخنه، بس مش مشكله. حطينا عليها الصوص بتاع الشوكولاته وطلعت حلوه قوي. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء. لو لسه اول مره بتشوفوني، دي قناتي التانية بعمل فيها روتينات وطبخ، بشارك معاكم كل حاجه من بيتي، وبرضو هنعمل فيها حاجات كده لو خرجنا بره، مشتريات، حاجات للبيت برضو. المهم، لو ما كنتوش اشتركتوا في القناه اتمنى ان انتوا تشتركوا فيها وتنوروني كده، ونكبر مع بعض ان شاء الله ونبقى عيله واحده. وبعدين بقى انا انا دخلت على المطبخ على طول، وقلت ان انا اغسل اللي هي الصفايه بتاعه الاطباق او المواعين دي كده، عشان اظبط الدنيا واغسل المواعين واحطها عليها. ودي صينيه كده كانت عندي من زمان، فانا حطاها تحتها عشان خاطر الميه ما تسربش منها، لان انا طبعا كنت جايباها من غير صينيه، يعني كانت قطعه واحده كده. بس هي حلوه وعمليه وما بتاخدش برضو مساحه، وبيتصفى فيها المواعين، يعني حلوه قوي. وساعات بحط تحتها فوطة كده برضو عشان تمتص المية، فقلت أبدأ بقى معاكم روتين مسائي من المطبخ على طول على المواعين. يعني بدأنا مثلا من العصر كده، فكان عندي بقى شوية مواعين، ومن قبلها أنا تعبانة معرفتش أعمل أي حاجة. وطبعا تعبي بيبقى خاص شوية، اللي هو أصلا التعب كله في إيديا، فببقى مش عارفة أعمل حاجة بإيديا خالص، وباخد مسكنات لحد ما ببقى كويسة وأقدر أمسك الحاجة، فبقوم بقى وأتنشط وأتشجع وأعمل بقية حاجة. فربنا يزيح عننا الألم يا رب، ويشفي كل مريض بيتألم. الألم صعب قوي، ادعولي ربنا يتم شفايا على خير يا رب. فطبعا من الوجع ده والبهدلة بتاعت ايدي، اللي هو بصحى من النوم موجوعة قوي وتعبانة، فعملت رسم عصب كده، فطلع غضروف في الرقبة، ومؤثر على ايديا جامد، ومؤثر كمان على رجليا. فالحمد لله طبعا كل حاجة بتيجي من عند ربنا خير وكويسة، فربنا يشفيني ويعافيني يا رب. لان بجد حرفيا انا مش ببقى عارفة امسك كوباية بايدي، ولا عارفة اعمل اي حاجة، ولا عارفة اخد بالي من ابني. والحمد لله على كل حال. المهم بدأت بقى أدخل معاكم أغسل المواعين، فقلت أبدأ بقى أصور. الجو أصلا كان حر جدا، وكمان احنا في شهر 9 أهو الجو برضو حر. قولولي بقى عملتوا ايه في تحضيرات للمدارس؟ حضرتوا للمدارس؟ جبتوا أدوات المدارس ولا لسه؟ أنا حاليا عندي ابني عنده شنطة، هو داخل تانية ابتدائي، عنده الشنطة بتاعته. ما راحش السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كان في سنة أولى، ما راحش إلا يوم واحد بس، فالشنطة سليمة. وجبنا له كمان اللي هي زمزمية دي، كانت خالتي جايباها له هدية يعني ليه عشان المدرسة. فلسه بقى هنجيب اللانش بوكس وبقية الحاجات الأدوات بتاعة الدراسة. وطبعا هو في الدروس حاليا الفترة دي، ربنا يعيننا جميعا على اللي احنا فيه. وحاجة المدرسة غالية قوي بجد، وطبعا القوانين اللي اتطبقت دي برضو قوانين، يعني ربنا يسترها علينا كلنا إن شاء الله. المهم بدأت بقى أغسل المواعين كده، وحطيت كل المواعين بعد ما غسلتها بالصابون، قلت بقى أشطفها مرة واحدة. كان فاضل معايا الحلة دي، وبعدين قلت إن أنا بقى أغسلها كده في السريع، ما بتاخدش وقت. والحلل دي ده طقم حلل كنت جايباه من الرنين، كان عامل زي 1400 جنيه، كان عرض كده. كان فيه حلة كبيرة وحلتين، حلة وسط وحلة صغيرة، والصينية دي كمان، والطاسة كده، طاسة، طاسة
وسط كده وواحدة تانية صغيرة للبيت. فكان حلو قوي، كان معاه طقم توزيع كده قطعتين بس ما كانوش عمليين خالص وباظوا بسرعة، بس هو سهل جدا في تنظيفه وفي الطبخ وكده وحلو قوي يعني. فحبيته جدا بما اني كنت بدور ساعتها على طقم، لاني كان عندي طقم السيراميك من زمان. فطقم السيراميك طبعا اتبهدل باظ لوحده، فمش حلو خالص، منصحش حد بيه، بس هو اللي كان موجود على ايامي وكده. وبعدين حسيت ان الجرانيت يعني اسهل بكتير واحسن، فقلت ان انا اجيب طقم يمشيني، لان اللطقم غالية قوي بجد. الله يعين كل بنت بتتجهز، الله يعين اهلها عليها. الحاجات بجد غالية قوي. يعني الطقم رحت اجيبه اللي هو التركي ده والكوري حاجة كده يعني جرانيت، كان عامل له في حدود 6000، وكان في حاجة تانية عاملة 8000 جنيه، فغالي جدا. دخلت بقى على البوتاجاز برضو، قلت امسحه قبل ما اطبخ واحضر طبعا عليه اي حاجة. دايما بحب البوتاجاز كده بيبقى نظيف وبيلمع، وانشفه بالفوطة الميكرو فايبر دي، حلوة قوي، بتمتص المية وبتلمع كده. فانا اصلا قبل اي طبخة بحب اغسل البوتاجاز، حتى لو الطبخة هتسقط عليه وهغسله بعدها مش مشكلة، بس المهم انه يفضل نضيف. طبعا اللي جنب البوتاجاز هنا الغسالة، بس انا لسه ما وصلتهاش، ما شغلتهاش يعني. كان عندي حتة كنافة كده وقلت هعمل معاها كوباية شاي بالنعناع وافصل واريح شوية، وبعدين بقى اكمل معاكم اليوم. انا بحب الشاي بالنعناع جدا، طبعا كنت شاربة قهوة فمرضتش اشرب قهوة تاني. لسه جاية من بره والدنيا بجد حر قوي النهاردة، والواحد بياخد شاور كأنه ما عملش اي حاجة بجد من الحر. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بعمل معاكم كده روتين، ونزلت اشتري شويه مشتريات. بدأنا كده بقى بغسيل المواعين وتنظيف كده سريع للبوتاجاز، وعملنا كام حاجه. بس انا عملت كام حاجه الصراحه ما قدرتش اعملها معاكم، فبعمل على قدي كده حاجه حاجه، لان انا اصلا تعبانه الفتره دي. فبصراحه ما بتقلش على نفسي، وبيبقى عندنا دروس وبنزل بابني وكده. فاليومين دولت الوقت ضيق قوي والساعه بتجري والواحد بيبقى مفرهد على الاخر، يعني الجو ده كل ساعة بحاجة. المهم جبت كده شوية مشتريات وحبيت اخدكم معايا انا هنا في المطبخ، عشان لسه هنكمل بقى الروتين بتاعنا في المطبخ. فعملت بقى تنظيم في الدولاب وأوضة النوم، بس في المشتريات انا حاطة الحاجة هنا. هوريكم المشتريات بتاعتي. انا طبعا كان عندي شوية مكرونة سباكيتي كده، جبت مكرونة تانية عليهم. هوريكم اول حاجة، جبت ازازة خل عافية. عافية ده حلو قوي الصراحة، ده عامل تقريبا 7 جنيه أو 8 جنيه. هوريكم. ده هارفست، ده أنا كنت بستخدمه، هارفست حلوة قوي وتبعنا كمان مش مقاطعة. فأنا بجيب الحاجات اللي هي تبعنا. كنت زمان بقى كنا بنجيب هاينز، بس هاينز مش تبعنا، عشان تبقوا عارفين الناس اللي متعرفش بالمقاطعة وكده. تمام ايه؟ مامي فين؟ خل عافية زي ما قلت لكم، هو حجمه 900 جرام، يعني قولوا كيلو مثلا. وجبت نص كيلو دقيق. الدقيق عامل 16 جنيه، ده يعني ب98 قرش، يعني 9 جنيه. والكيلو عامل 18 جنيه، مش 16 جنيه، سمعت الراجل غلط. وجبت بقى الحاجات دي. جبنا الحاجات دي مقدرة كيكة. بصوا انا بحب طبعا مصر الكافيه ده، لان هو مش مقاطعه ومفيش غير النسكافيه، فده مكان واحد بس اللي انا لما بروح بجيب منه. لكن لما ببعت ابني او اي حد بيجيب لي اللي هو بتاع النسكافيه العادي اللي هو مقاطعه مش تبعنا. فيا جماعة لازم ان احنا نقاطع. جبت ال3 دول ب6 جنيه، هو البرطمان العبوة ال50 جرام بقى ب48 جنيه. بس بجد انا بحبه حلو قوي. جبت دريم بيكنج باودر و2 فانيليا عشان الكيكة اللي احنا هنعملها كده. بس يا حبيبي. وجبت نص كيلو لبن، اللبن نص كيلو ب13 جنيه. جبت بقى المكرونة دي، دولت المكرونة الكيلو ب23 جنيه، فانا جبت دول ب6 جنيه، 262 جرام، يعني مثلا زي ربع كيلو، ازيد من ربع كيلو. وبرضه بما اننا هنعمل كيكه وكده، فانا جبت اللي كاكاو هو ده. بقى الكاكاو الخام. جبت كاكاو خام دوت، جبت دولت ب5 جنيه، يعني بس يعني احطها على الكيكه تبقى زي كيكه بالشوكولاته، يعني مش اكتر. شوكولاتة يعني مش أكتر.
وجبت ده ب37 جنيه 38 جنيه يعني. بس هو مجمد لسه هسيبه يفك عشان هنعمل مع بعض نجرسكو بالمكرونة. طبعا النجرسكو الأصلية بتتعمل بالمكرونة الاسباجيتي، فاحنا هنعمل نجرسكو مع بعض. هشيل بقى شوية المشتريات، وطبعا غسل المواعين والمطبخ نضيف والدنيا زي الفل. عاملين ايه؟ بصي هنا بصي هنا، عاملين ايه؟ اسمه آدم ورايح تانية ابتدائي. هو لسه بناخد دروس يعني، ما وقفناش دروس، تأسيس برضو كده. النجرسكو. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا اصلا عايزه اقول لكم ان انا ما عنديش مطبخ، لسه بعمل شويه حاجات في الشقه وكل حاجه بتعدي واحده واحده يعني. فمع الوقت ان شاء الله هكمل الحاجه اللي عندي. لسه طبعا ما شغلتش الغساله اللي هي الفول اوتوماتيك، لسه هجيب الشركه وكده تعملها. يلا بينا نفضي المكان بقى عشان نبتدي نعمل الاكل ونروح نغير هدومنا عشان ما نتبهدلش الهدوم. كنت بقى جيت من بره وزي ما وريتكم الحاجات اللي انا جبتها، فقلت اشاركها كده معاكم وانا لسه جايه على طول. هنا ولعت على الحله اللي هسلق فيها المكرونه، وكمان بغلي اللبن، وحضرت كمان الحله الصغيره عاملين ايه دي يا تكونوا عشان بخير. ابتدي بقى بصوا احضر احنا للاكل بنعمل بتاعنا. النهارده ادم هنا عايز حته نجرسكو. يساعدني، عايز يقطع البانيه كده عشان هو بيحب قوي النجرسكو. رحت غيرت هدومي بقى ورجعت. جو حر قوي، والمطبخ اول ما بولع النار عشان المطبخ بتاعي صغير بيبقى بجد صعب جدا، درجة الحرارة بتبقى فيه عالية قوي، ببقى مفرهدة يعني، حاجة صعبة. فربنا يعيننا جميعا يا رب كده ويجعله في ميزان حسناتنا. نحتسب طبعا اللي احنا بنعمله ده عند ربنا، لان يعني احنا بناخد ثواب على الحاجات دي، ان احنا بنطعم بني ادمين معانا في البيت، بنشتغل واحنا تعبانين، بنحاول وبنجاهد نفسنا الحمد لله طبعا. طول ما انتي واقفة بقى في المطبخ استغفري اذكري ربنا، خلي دايما ذكر الله على لسانك، تحسي كمان ان الوقت بيعدي وفي نفس الوقت الاكل بيطلع معاكي حلو قوي. بصوا بدأت بقى ان انا اقطع البانيه كده قطع صغيرة عشان خاطر اعمل النجرسكو. زي ما انتم شايفين يعني، عايزة بقى انا بشارك معاكم كل حاجة، مش بغرض ان انا اعلم حد، لا طبعا انا بشارك اليوم معاكم يومياتي. بصوا الواحد بجد انا بحب التصوير قوي، وبحب ان انا يعني يبقى عندي صحاب وناس بتشوفني او كده. فيعني انا معتزلة الناس بقالي فترة وقاعدة مع نفسي يا دوبك ابني وكده. طبعا محدش فاضي لحد، وانا بجد مش فاضية ولا بتاعت خروجات بقى مع صحابي وكلام من ده. انا عندي ابن فلازم اخد بالي منه، وفي دروس وفي بيت، الحمد لله طبعا على كل حال. فهنا بقى خلاص كنت بحضر وبدأت اغسل البانيه كويس قوي. طبعا بحط له برضو ليمون وخل وشوية ملح كده، وبعدين بغسله برضو غسلة كويسة، كنت عملت كده يعني. والمكرونة كمان كنت سلقتها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا، واحنا بنكب اي مية سخنة في الحوض نسمي الله. بدأت برضو صفيت المكرونة. طبعا آدم كالعادة هو عايز يشاركني، بس أنا طبعا بخاف عليه عشان السكينة حامية. السكينة دي بسببها أول مرة استخدمتها وكانت حامية جدا، أنا رحت المستشفى كنت هقطع صبعي، فصعبة جدا وحامية وبتعورني كتير أصلا. فباخد بالي دلوقتي بقى وأنا بعمل بيها أي حاجة. فهو كان واقف جنبي وأنا خايفة عليه بصراحة، كل ما يلاقيني متضيرة عايز يساعد. طبعا خلوا أولادكم تساعدكم، بس خدوا بالكم كويس قوي بالذات الحاجات الحامية لأ ما يقربش منها، والنار وكده، لأنه ساعات أنا بتضير أكون بعمل أي حاجة ويلاقي ورقة كده يقعد يولعها، وممكن تلسعه وممكن يحرق بيها حاجة لا قدر الله، فناخد بالنا من أطفالنا يعني. بس برضو علموهم يعتمدوا على نفسهم في حاجات كتير، لما يلاقي ماما تعبانة يساعدها، حتى لو مش تعبانين لازم يتعود ان هو يساعدنا سواء بنت او ولد، مش الكلام ده للبنات بس. هنا قطعت فلفل وطماطم وبصل، وطبعا غسل البانيه كويس، وبدأت احط الطاسة. طبعا المقطع ما تصورش معايا، اللي هو اصلا انا عملت فيه الاكل، حطيت سمنة كده، كنت بجهز معاكم البانيه وانا بحط الحاجات، فبصراحة المقطع ما تصورش معايا، ما تسجلش يعني. المهم خلاص انا حطيت بقى كله على بعض. طبعا احنا شاطرين وبنعرف نعمل يعني. انا شوحت كده البانيه وبعدين نزلت بالبصل، وبعدين نزلت بالفلفل وبعدين الطماطم،
وقلبته كده لحد ما استوى. وبعد كده بنحط التوابل، شوية بابريكا، رشة كمون، رشة فلفل اسود، بهارات مثلا فراخ لو عندك اي بهارات بتحبيها، وطبعا الملح. حطيت الملح معاكم. هنا كنت بحط بقى التوابل يعني كمون. انا بغيب كده بس عشان بروح اجيب التوابل وكده، عشان انا حطاها في رف فوق. حطيت كمان ورق لورا. ورق اللورا ده في الاكل عظيم، بحبه قوي. ودي كانت مرقة دجاج فورية، كنت جايباها برضو كده، عجبتني قوي، اسمها بتاعت ويل. هنا بقى هنعمل البشاميل. محضرة اللبن بتاعي، وهحط بقى من الدقيق كده. انا بحب اعمل البشاميل كده على ايديا، لان في ناس كتير بتستسهل وتجيب البشاميل الجاهز ده، بيطلع حلو قوي. فبدأت ان انا اعمله كده واحمره في السمنة. سمنة بقى، زبدة، زيت، اي حاجة عندك. معلقتين 3 دقيق ياخد اللون اللي هو المصفر شوية كده، وتنزلي باللبن وانتي بتقعدي تقلبي كويس اوي. طبعا كنت غالية اللبن وسبته يبرد. اهو بقى هنزل كده باللبن واحدة واحدة، وانا ايديا فيه ماسكة المضرب وعمالة بقلب. المضرب ده كان عندي، كان في طقم ادوات توزيع كده، ماما كانت جايبهولي سيليكون كان فيهم. طبعا ده بيقولوا عليه بتاع ايكيا وكده، بيبقى فيه منه صغير وحلقاته ضيقة كده. بس ده حلو قوي طبعا للطاسة والحلة التيفال والحاجات دي، عشان المضرب العادي ممكن يجرحهم وكده. كان عندي علبة كده فيها حتة جبنة دومتي، فقلت بقى انزل بيها مع البشاميل اللي بتخلي طعمه حلو. عندك بقى جبنة مثلثات، جبنة موتزاريلا، اي جبنة حطيها بتدي طعم حلو قوي. فانا قلت حتة صغيرة مش كتيرة، وجايبة مية كده اللي هي المية اللي بتبقى على الجبنة دي. فحطيتهم بقى مع بعض، ورشة ملح، رشة فلفل اسود، وظبط الدنيا ويطلع معاكي احلى بشاميل. بصوا ما كلكعش مني، انا بوريهولكوا اهو وزي الفل. هنا بقى بدأت اجيب الصينية بتاعتي، واحضر بقى كل حاجة حواليا عشان ابدأ ايه، ارص المكرونة. بعد ما بقلبها شوية في البشاميل، باخد كده بالكبشة شوية. بجد احلى حاجة بحب اعملها النجريسكو والمكرونة البشاميل، بتبقى حاجة حلوة كده وسهلة وسريعة، متاخدش وقت، بيبقى طعمها خرافي بجد. اللي هو انتي مستعجلة بقى، متأخرة في الغدا بتاعك وكده. احنا كنا بالليل اصلا اتأخرنا في اليوم ده، اكلنا كده حاجة خفيفة، وعلى ما نزلت اشتريت الحاجة. فالحمد لله، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب، ويكرمنا جميعا يا رب. فبدأت بقى اشيل ورق اللورا. ابني ما بيحبش ورق اللورا ده يظهر في الاكل ابدا. حطيت كمان شوية بشاميل، فردت الخلطة، كانت حلوة قوي بجد. جبت بقى باقي المكرونة وحطيتها في البشاميل عشان تشرب من صوص البشاميل كده كويس قوي، وتبقى غرقانة كده في الصوص. انا لا عملته تقيل ولا خفيف، فكان قوامه حلو قوي. طبعا بنكون مولعين الفرن كده، ونحطها في رف وسط، متحطوهاش ولا تحت قوي ولا فوق قوي، عشان تستوي وتطلع معاكم كويس. خلاص كده جهزت الصينية بتاعتي بتاعت النجريسكو. اوعوا تنسوا بقى تحطولي لايك كده وتشجعوني بتعليقات حلوة منكم. حطيت الفرن كده، كنت فاتحة اللمبة، وحطيت طبعا هنا غسلت بقى المواعين اللي انا استخدمتها كده. فقلت كده اول باول ننضف المطبخ ونغسل المواعين. وزي ما انتم شايفين الحوض بقى نضيف وزي الفل. طلعت المكرونة بعد ما استوت، وبدأت بقى ان انا اقطعها. كانت سخنة قوي، وكانت جوسي كده وحلوة بجد. كان طعمها حلو قوي. واحنا ابني والله بجد كان جعان جدا، وكل شوية صبره اديله اي حاجة واقول له حاضر يا حبيبي هاكلك حاضر. اللي هو عايز ياكل، وانا خايفة عليه ان هو يتلسع. كنت ماسكة الموبايل بايد وكده، مكنتش مالكة قوي يعني. بصوا حلوة قوي، وكان طعمها تحفة. جربوها تعجبكم قوي. لما تلاقي نفسك مزنوقة في الاكل او متأخرة اعملي.
حاجه هعمل معاكم كيكه حلوه قوي، وهجايبه لكم المقادير. هنحط كوبايه من اللبن، كوبايه من السكر، نص كوبايه كده او 3/4 كوبايه سمنه على زيت، ونص كوبايه من الكاكاو، ومعايا بيضتين بيكنج باودر وفانيليا، ومعايا كوبايتين دقيق منخول، ومعايا كمان خل عافيه، ده هحط منه حاجه بسيطه قوي. نبتدي نعمل الكيك بتاعنا مع بعض. هضربه في الكبة عشان مش حاليا مش لاقيه بس مكان مضرب البيض، وهبتدي يلا بقى معاكم. بقى. يعني بصوا ده بقى الفيديو. الاول هبتدي احط كوبايه السكر اللي معايا، بعد كده عليها كوبايه اللبن، اللبن طبعا، اللبن برضه مفيد. ومعاهم نص كوبايه السمنه على الزيت او 3/4 كوبايه زي ما قلت لكم، وبعدين كيس الفانيليا. كيس الفانيليا قصدنا. وبعدين الكاكاو طبعا. وهنخلط كل المكونات دي مع بعض زي ما انتم شايفين. هنضربها عشان اعمل صوص الشوكولاته الاول. عملنا صوص الشوكولاته مع بعض، هبتدي اخد كميه هنا، بعد كده اخدت منها شويه صوص شوكولاته، بعد كده هحط عليها البيضتين. انا حاطه فانيليا طبعا مع المكونات بتاعتي، وهحط سنه بسيطه قوي من الخل. بصوا انا كده الخليط بتاعي اهو، ودولت كوبايتين دقيق. حطهم بالتدريج واحده واحده ادم بس. المكونات بتاعتي زي ما انتم شايفين بقى. هنا كنت بحط البيكنج باودر، والمفروض ان انا كنت خلطتها مع الدقيق، بس انا حطيتها كده. وحسيت كمان ان الكيك لسه عايزه شويه سوائل، فهزود لها شويه كده. كان عندي شويه لبن هزودهم عليها. طبعا ده بعد ما كنا اكلنا وخلصنا وكل حاجه. تقريبا صورتها معاكم تاني يوم، مش فاكره، او في نفس اليوم. وقعدت اقلبها كده زي ما انتم شايفين. القوام بتاعها بقى كده حلو متماسك. انا كده تقريبا ما اخدتش يعني الكوبايتين الدقيق كلهم، اخدت مثلا زي كوبايه ونص، وزودت لبن تاني. كيكه بالشوكولاته بتبقى حلوه قوي، وكمان مغذيه للاطفال. وبعدين احنا مش حاطين شوكولاته، احنا حاطين كاكاو ولبن، فيها مكونات صحيه وحلوه يعني، وطبعا البيض. وخلاص كده. بدأت بقى ان انا اجيب الصينيه بتاعتي. شايفين القوام بتاع الكيك حلو قوي. طبعا انا شايله شويه من الصوص زي ما انتوا عارفين عشان احطها على الكيك بعد ما تخرج من الفرن. ونقلب الكيك كويس جدا، او خليط الكيك. هجيب السباتيولا بتاعتي. دي بقى لازم تكون عند كل عروسة وكل ست بيت، اللي هو اصلا بتيجي تنزلي بواقي الكيك كده، المعلقة بتسيبلك بقايا، لكن دي ايه، بتنزل كل المقدار كده، او الخليط كله يعني. دي الصينية اللي كنت عاملة فيها النجرسكو، بس زي ما قلت لكم ده كان بعدها بيوم او تاني يوم يعني. فقلت ان انا احضر معاكم ايه، صينية الكيك، عشان ادم قال لي تعالي يا ماما نعملها ونصورها معاك. زي ما انتم شايفين كده بنزل كل حاجة. طبعا ادم هو اللي قام بالواجب في بقية الحاجات بتاعة الكيك دي، كلنا بنحبها اصلا. بنشيل كل ده عشان ما تتحرقش في الفرن زي ما انتم شايفين كده. وبعدين كده بقى هندخلها على الفرن على طول. انا فرحانة بيها فبوريها لكم. طبعا بشيل منها الفقاعات دي وبهبدها كده. خلاص خلصت الكيك وبدأت.
هنا بقى بعد ما خبزتها واستوت معايا بدأت أخرمها بالشوكة كده عشان أحط عليها الصوص بتاع الشوكولاتة بعد ما كنت حطيته في التلاجة، وابني بيحاول ان هو ياخد من الصوص بتاع الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين. فجبته، كانت الكيكة سخنة على فكرة، فقلت هنزل بقى بالصوص. كان طعمها حلو قوي. بصوا حاجة كده بسيطة تقدروا تحطوها لأطفالكم، كمان ممكن نعملها للمدارس يفطروا بيها، ياخدوا معاهم في اللانش بوكس قطعة. طبعا ما تزودوش مع الأكل بتاعهم، حاجة كده تبقى حلويات وتكون صحية طبعا من البيت زي ما انتوا عارفين، أحسن ما نجيبها من بره. فبس كده بدأت أقطعها آه زي ما احنا بنقطع الكيكة عادي جدا، بس قطعتها قطع صغيرة، وكمان قطعتها وهي سخنة. ما تعملوش الحركة دي، ما صبرتش عليها لما تبرد لأن ابني كان مستعجل عليها بجد. فقلت بقى أقطعها كده، وطلعت معايا ناجحة وحلوة قوي. فجربوها. أنا بعملها على طول، بس أوقات كتير بعملها مثلا بعصير برتقال، أو مثلا بعملها من غير شوكولاتة عادي على حسب يعني. بس المرة دي أنا قررت إن أنا أعمله كيكة بالشوكولاتة عشان كان نفسي فيها. بس كده والفيديو خلص، أتمنى تشتركوا